احلى متابعين، دي اكلتنا النهارده، لوبيا خضراء ورز مفلفل. انما ايه، حاجه كده عظمه. شايفين جماله؟ شامين ريحته؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين اللحمه عامله ازاي؟ ايه الحلاوه دي يا جماعه؟ بألف هنا وعافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برحب بيكم احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناتي على اليوتيوب مملكه الشيف مها. النهارده يا جماعه فيديو مميز جدا. هتقولوا لي مميز ليه؟ مميز لان انا النهارده هعمل لكم صنف انا عن نفسي يعني يمكن من وانا صغيره ما عملتوش، يعني ما صنف مش متداول يعني كده في كل بيت. النهارده حبايبي هنعمل مع بعض اللوبيا الخضراء. هتقولوا لي ايه يعني ايه اللوبيا الخضراء؟ يعني فعلا ناس كتير ما تعرفش يعني ايه اللوبيا الخضراء. يعني احنا متعودين ان اللوبيا موجوده في السوبر ماركت او عند العطار، ناشفه كده اللي هي ام عين سودا دي، عارفينها. بس النهارده انا لقيت مدام فاطمه الشوا صاحبتي حبيبه قلبي بتقول لي ان اختها جابت من الفلاحه لوبيا خضراء. قالت لي مها اجيب لك لوبيا خضراء؟ قلت لها اه طبعا هاتي لي، ده اكيد هتبقى تحفه. وبالفعل جابت لي لوبيا خضراء وبحثت عن فوائدها، وبجد اتصدمت من كتر ما هي فوائدها عظيمه جدا. يعني باختصار كده اللوبيا بتحتوي على عناصر غذائية جامدة جدا بتساعد على صحة وتقوية القلب، وتحمي القلب من الأمراض اللي بتصيب القلب. وكمان اللوبيا بتحتوي على ألياف صناعية بتعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وسهولة عملية الهضم في الجسم، وبتمنع الإمساك وبتمنع الإسهال أعزكم الله. وكمان الألياف الصناعية دي بتساعد الناس اللي بيعملوا دايت أو رجيم، لو أكلوا يعني اللوبيا دي بتبقى فوائدها جامدة جدا لهم. ليه؟ لأن اللوبيا خالية من السعرات الحرارية، ما فيهاش نسبة سعرات حرارية، علشان كده بيتناولها اللي بيعملوا دايت. وكمان بتساعد على صحة البشرة ونضارتها. وكمان اللوبيا بتحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة اللي بتعمل على تنقية الجسم من السموم. وكمان اللوبيا بتحتوي على فيتامين سي اللي بيعمل على تقوية جهاز المناعة. واللوبيا كمان يا حبايبي بتحتوي على نسبة كبيرة من الحديد اللي بتساعد في علاج الأنيميا وفقر الدم وتحسين الدورة الدموية وكمان التئام الجروح. دي كانت نبذة مختصرة كده عن فوائد اللوبيا، لكن هو الموضوع كبير وفوائدها أعظم من كده كمان بكتير، بس أنا حبيت أقول لكم نبذة مختصرة عنها. وكمان فوائد اللوبيا ما بتقتصرش بس على الحبوب اللي في اللوبيا، الحبوب نفسها، لا ده السيقان الخضراء كمان فيها فايدة عظيمة جدا. واللوبيا دي يا جماعة بتفكرني زمان بجدتي الله يرحمها، لما كنا نروح لها والاقي اللوبيا دي عيدان خضرة كده، يعني هي شبه الفاصوليا، فكنت اقول عليها دي فاصوليا. تيتا عامله لنا فاصوليا خضرة وهي في الاصل كانت لوبيا. بس فانا مش عارفه ليه اصلا هي مش متداوله كده في الاسواق، يعني اللي موجود لوبيا ناشفه، لكن الخضرة دي نادرا ما بتلاقيها مع الفلاحات. بس دي كانت مقدمة كده للحلقة النهاردة. وإن شاء الله كده قبل ما نبدأ الحلقة، اللي ما اشتركش في القناة بالله عليكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان الفوائد الحلوة والحلقات الجميلة اللي أنا بعملها دي توصل لكم. وانا دايما بحاول يبقى في تغيير كده في البرنامج، ما يبقاش كل الحلقات جوه مطبخ مها. انا بحاول اخدكم ونطلع بره ونروح سوق السمك، نروح سوق الخضار، سوق الفاكهه، مره انواع السمك، مره انواع الجمبري، رحنا القناه الرابعه مرتين، رحنا نادي المهندسين قبل كده. يعني انا بحاول كده نغير مود الحلقه عشان ما يبقاش فيه ملل من الساده المشاهدين. بينا نتعرف على مكونات اكلتنا الحلوه النهارده. معايا حبايبي نص كيلو او كيلو الا ربع، يعني هو كيس كده، جالي كيس كده على بعضه من اللوبيا الخضراء. يعني هي فعلا شبه الفاصوليا الخضراء، بس هي لو بصيتوا بقى جواها هتلاقوا طبعا الحبوب ام عين سودا. يعني احنا معروفه المتداول ان اللوبيا ام عين سودا، تمام. وعندي طبعا كميه كده مناسبه من الطماطم،
ضربها في الخلاط وحط عليها معلقتين صلصة. ومعايا كمان نص كيلو لحمة، مقطعة اللحمة مكعبات صغيرة عشان ما تاخدش سوا، يعني بقطعة كده يدوبك تتحط في البق. تمام. وبصلاية كبيرة بقى هقطعها ساعة ما اجي احطها على طول عشان ريحتها طبعا زي ما انتوا عارفين. والبهارات بتاعتي النهاردة طبعا ايه، اكيد سمنة وزيت. وعندي مع البصلة هحط توم مفروم. البهارات بتاعتنا بسيطة جدا النهاردة، طبعا ملح فلفل كمون كزبرة خضراء ومعلقة من السبع بهارات. السبع بهارات عندي، وعندي مستكة. تمام. وعندي فصوص حبهان بس. وعندي كمان هعمل جنبها شوية رز مفلفل وبس كده. هي دي مكونات اكلتنا النهارده، ويلا بينا ما نضيعش الوقت وندخل على طول على البوتاجاز. دلوقتي يا حبايبي هنبدأ نحط في حلة مناسبة كده شوية زيت، يعني حوالي مثلا 4 معالق كده كبار زيت، وعليهم معلقة كبيرة او معلقتين على حسب يعني الرغبة سمنة. طبعا هنحط على طول على السمنة فصين المستكة اللي احنا متعودين نحطهم. يا دوبك كده السمنة تسخن معانا. اهي سامعين صوتها؟ طالما سمعتوا الصوت ده يبقى هي خلاص كده ايه سخنت. ابدأ احط فيها على طول قطع اللحمة بتاعتي. واسيب اللحمه يا جماعه لحد ما تاخد لون ذهبي، يعني كانك بتحمريها بالظبط. تفضلي تقلبي فيها شويه كده لحد ايه ما تاخد اللون الحلو ده شويه. تمام. ابدا بقى احط عليها قرد مرقه دجاج، بيدي نكهه كده جميله. مرقه لحمه، قرد مرقه لحمه. تمام. واقوم ضايفه على طول البصله بتاعتي، بصله كبيره او بصلتين وسط على حسب برضو الكميه اللي انت بتعمليها. اقوم ضايفاها كده على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. واشوح بقى البصله مع اللحمه، يعني اسيبها كده ثواني على ما تصفر. عايزه اقول لكم ان ابني ده جاي من بره يقول لي الله يا ماما ايه الريحه الجميله دي، الريحه دي عندنا ولا جايه من بره؟ قلت له لا اطمن الريحه دي عندنا. وده طبعا بيرجع زي ما قلنا قبل كده الايه المستكه ونوع السمنه اللي انت بتستخدميها. يعني كل ما كانت السمنه بلدي او نوع جيد بتدي ريحه جميله ونتيجه روعه كده في الاكل. طيب على ما البصله بتاعتنا تصفر شويه على طول عشان ما نضيعش الوقت نعلق على الرز بتاعنا. طبعا انا اضطريت اودي الحله الناحيه التانيه عشان ايه الحله دي تبقى قريبه مني وانا شغاله. طيب ادي حله عندي هي مناسبه للرز، وبرده حبه زيت على ايه على معلقه كبيره او معلقتين سمنه. احنا قلنا هنعمل النهارده ان شاء الله رز مفلفل اللي هو حبه غامقه وحبه فاتحه. كميه الرز اللي تناسبك على حسب عدد افراد الاسره، وطبعا بقدر الامكان نحافظ على الرز يا جماعه، لان انتوا عارفين ان الرز الايام دي غالي. ربنا كده ان شاء الله يعديها على خير، فكل واحده تشوف عدد افراد اسرتها وتعمل الرز بالعدد بالظبط. خلاص كده السمنه سخنت معايا، اخد بقى حبه يعني حوالي تلت كميه الرز. يعني النتيجه الحلوه بتبقى كده تلت غامق والتلتين فاتح. اقلب فيهم لحد ما يغمقوا ياخدوا اللون البني، وفي نفس الوقت اشوف البصلايه الحلوه بتاعتي دي هي كده يا دوبك خلاص ما شاء الله اصفرت. انا مش عايزاها غامقه برضو. خلاص كده يا جماعه اللون هو كده زي ما انا عايزاه ما شاء الله، حاجه جميله كده وريحه روعه. ابدا اقوم حاطه لها كوبايه ميه على البصله كده وايه مع اللحمه، كوبايه ميه واوطي عليها شويه
واسيبها حوالي تلت ساعة، لان انتوا عارفين طبعا ان اللحمة بتاخد سوا عن اللوبيا ما بتاخدش سوا، فبالتالي دي عشان تسوي اللحمة. اغطي بقى عليها واسيبها كده مع نفسها شوية ونكمل مع بعض الرز. بسم الله ما شاء الله، شايفين يا جماعة لون الرز بقى عامل ازاي؟ يعني هو ده اللون المثالي بالنسبة لي، اللي هو البني الفاتح، وفي نفس الوقت اكون غالية مية. ابدأ على طول ازود الرز بتاعي مية مغلية، وعلى طول اظبط كمية الملح بتاعتي على حسب طبعا الرغبة. وعلى طول اقوم ساقطة حبة الرز ايه اللي باقيين. مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي، يعني طبعا ريحة اللحمة دي لوحدها كفاية، كأنها كباب حلة. عارفين ريحة كباب الحلة؟ ما هي نفس الطريقة بالظبط، كباب حلة. ريحة روعة، وريحة برضو الرز المحمر ده جميلة جدا. نقلب كده ونظبط الحضن ونسيبه بقى ايه يشرب ميته، واول ما يشرب ميته نوطي عليه ونسيبه يستوي على نار هادية. نشوف بقى كده نشوف بقى كده اللحمة. خلاص كده تعتبر اللحمة شربت ميتها. ابدأ على طول اقوم حاطة عليها الطماطم المعصورة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي بقى ازودها البهارات بتاعتي. اول حاجة معلقة صغيرة قلنا من السبع بهارات، معلقة صغيرة فلفل اسمر، نص معلقة كمون. وبلاش احط لها الملح دلوقتي عشان احنا عارفين ان الملح ما بيخليش اللحمة تستوي بسرعة. اسيبها في التخديعة بتاعتها دي حوالي ربع ساعة وارجع لها تاني. دلوقتي الرز بتاعنا شرب ميته، وحطيته على العين الصغيرة وحطيت تحتيه الصاجة علشان يكمل سواه على نار هادية. نشوف بقى الطماطم بتاعتنا كده. بسم الله ما شاء الله، الريحة حاجة جميلة قوي. خلاص كده تعتبر يعني التخانة بتاعتها كده حلوة جدا. ابدأ بقى اضيف اللوبيا بتاعتي. طبعا اللحمة كده ايه بدأت تستوي، ومع سوى اللوبيا هتبقى 100. اضيف كده اللوبيا. ازودها يا اما شوربه يا اما ميه. هي طبعا فيها اللحمه، فكده كده هتاخد طبعا ايه هتاخد طعم الشوربه. نزودها بقى كوبايتين كده ميه، ونقلبها ونسيبها بقى كده نتابعها حوالي نص ساعه على ما اللوبيا تستوي. التكايه بقى يا جماعه بتاعتنا النهارده ان انا هعمل للوبيا طشه زي طشه الملوخيه. خليكم بقى كده معايا. ادي معلقه سمنه. ابدا احط معلقه كبيره كده توم مفروم، ومع التوم الخلطه السحريه اللي انا بستخدمها في معظم اكلاتي اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، اللي هي عباره عن فلفل احمر وفيها برضو قليل من التوم، وفيها طبعا نسبه شطه كده بسيطه عشان تدي سبايسي كده جميل للاكل. وابدا اقلبها يا دوبك كده ايه تصفر شويه. لو لاحظتوا ان احنا لما جينا نحط البهارات حطينا الملح والفلفل والكمون والسبع بهارات وما حطيناش الكزبره. عارفين بقى ما حطيناش الكزبره ليه؟ علشان بقى نحطها في الخطوه دي لما التومه تصفر، بتبقى يعني بتودي الطبخه بصراحه في حته تانية خالص. الله على الريحه.
موصكوش بقى يا حبايب قلبي، بالله عليكم تشتركوا في القناه. كل شويه هفضل افكركم، انا عايزه قناتي تكبر، وطبعا مش هتكبر الا بيكم. وما تنسونيش في التعليقات واللايكات وكده، يعني ظبطوني يعني من الاخر. ما شاء الله كده لونها حلو قوي، يا دوبك تصفر زي ما قلنا. وابدا احط لها معلقه كزبره صغيره مليانه بس. تمام. واقوم طافيه عليها على طول عشان ما تغمقش. الله، بسم الله ما شاء الله. جربوا يا جماعه الوصفه دي، والله هتعجبكم جدا جدا. واقوم على طول، طبعا اللوبيا على وشك انها تستوي، اقوم على طول حاطه لها الدقه الحلوه بتاعتي دي. الله، واظبط بقى الحدق بتاعي عشان انا كل ده ما حطيتلهاش ملح خالص. تمام، علشان اللحمه قلنا ايه تستوي. بس هي كده خلاص ان شاء الله بمشيئه الله 5 دقايق ونغرف بقى على طول. احلى متابعين، دي اكلتنا النهارده، لوبيا خضراء ورز مفلفل، انما ايه حاجه كده عظمه. شايفين جماله؟ شامين ريحته؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين اللحمه عامله ازاي؟ ايه الحلاوه دي يا جماعه؟ بألف هنا وعافيه بجد. انا مكاني مش هنا، انا مكاني في CBC سفرة على طول. بسم الله ما شاء الله. يا ولد روعه. ودلوقتي بقى ندوق مع بعض الرز. انا جبت معلقه كده من الحله عشان شكل القلب الجميل ده يفضل كده زي ما هو. ونبدا بقى ندوق اللوبيا التحفه بتاعتنا النهارده. تخيلوا يا جماعه، يعني اللوبيا واخده طعم كباب الحله. تخيلوا بقى طعمها يبقى عامل ازاي، وشوفوا شكلها حاجه بسم الله ما شاء الله. الف هنا وعافيه ليا. وهم بجد كده 10/10. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة للي ما اشتركش، واللي اشترك لايك وكومنتات. حبايب قلبي اترككم في معية الله، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.